السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. هل ممكن كتاب نزل من 1400 سنة يتكلم عن أسرار ما اكتشفهاش العلماء غير في العصر الحديث؟ طب هل ممكن تكون في كل آية حقيقة علمية تثبت إن اللي قالها هو خالق الكون فعلا؟ في السلسلة دي هنشوف بعنينا إزاي القرآن سبق العلم وإزاي كل كلمة فيه وراها معجزة. هل عمركم تخيلتوا إن الرياح ممكن تكون السبب في نزول المطر؟ وإن هي كمان وراء ظاهرة الرعد والبرق اللي بنشوفها؟ العلماء اكتشفوا ده قريب، لكن القرآن قالها بدقة رهيبة جدا من أكتر من 14 قرن، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الآية دي فيها سر رهيب جدا. كلمة لواقح، الناس طبعا زمان وكلنا عارفين ان هي معناها الرياح اللي بتقوم بتلقيح الزرع والزهور والحاجات اللي احنا عرفناها، لكن لما العلم تقدم شوية اكتشفوا معنى اعمق بكتير جدا. ايه بقى؟ ان الرياح وهي ماشية في الجو بتجمع معاها ذرات غبار واملاح من البحر وجزيئات صغيرة جدا. الذرات دي بتدخل جوه السحب وتبدأ تعمل حاجة اسمها نواة التكاثف، ودي ببساطة هي اللي بيتجمع حواليها بخار المية، فتبدأ القطرات الصغيرة دي تتكون ومع الوقت تتقل وبتتجمع لحد ما تنزل مطر بإذن ربنا. طبعا يعني الرياح فعلا بتلقح السحب زي ما القرآن قال تماما. يعني من غير الرياح السحب كانت هتفضل بخار ملوش وزن، مش هينزل مطر أبدا. لكن مع الرياح بتبدأ دورة المطر اللي بتحيي الأرض بعد موتها. لكن الإعجاز موقفش كمان لحد هنا. الرياح كمان السبب في تكوين السحب الرعدية. يعني لما السحب بتتكون بيحصل جواها حركة قوية جدا جدا للهواء. الهواء الدافي بيطلع فوق والهواء البارد بينزل تحت، وبيبدأ يحصل احتكاك بين قطرات المية وبلورات التلج الصغيرة. طيب الاحتكاك ده بيعمل حاجة اسمها شحنات كهربائية داخل السحب. الجزء العلوي منها بياخد شحنة موجب والجزء السفلي منها بياخد شحنة سالب. فلما الشحنات دي بتتراكم كتير قوي بيحصل حاجة اسمها تفريغ كهربائي، وهو ده اللي بيبقى البرق والرعد اللي بنشوفه في السماء. والعجيب برضو ان الرياح هي اللي بتحرك السحب وتخلي كل ده يحصل. هي البداية لكل الظواهر دي، من اول السحاب لحد المطر لحد الرعد نفسه. القرآن ما قالش مثلا الرياح التي تحرك السحب ولا الرياح التي تمطر، لكن ربنا قال سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. كلمة واحدة جمعت كل اللي احنا بنتكلم فيه: تلقيح للزرع، تلقيح للسحب، وبينشأ منه كمان بسببها المطر والرعد. كلمة واحدة فيها علم دقيق ما اكتشفوش العلماء إلا بالأقمار الصناعية وأبحاث الفيزياء الجوية الحديثة. سبحان الله، كل ذرة هواء بتتحرك بأمر ربنا، كل ريح ماشية في اتجاه محدد ليها بحكمته، سواء كانت نسمة هادية أو عاصفة قوية، كلها بتنفذ أمر واحد: وأرسلنا الرياح لواقح. وكمان ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. كلمة الودق يمكن ناس كتير هتعدي عليها من غير ما تفهم معناها، لكن الحقيقة إنها كنز لغوي وعلمي في نفس الوقت. الودق يعني المطر الغزير المنهمر، بس المعنى الأدق اللي أثبته العلم الحديث إن الودق هو القطرات التقيلة اللي بتتكون بعد مراحل طويلة جدا جوه السحب. طيب نشرحها بطريقة مبسطة شوية. في البداية بخار المية بيتكاثف حوالين ذرات الغبار اللي الرياح شالتها، وبعدين القطرات الصغيرة دي بتتصادم وتتجمع، وكل ما تكبر أكتر وزنها بيزيد، ولما توصل لمرحلة معينة من الكتلة ما بتقدرش السحابة إن هي تشيلها أكتر من كده، فبتبدأ تنزل من خلال السحابة على شكل قطرات كبيرة، وده اللي ربنا سماه الودق. شايفين الدقة القرآنية؟ قال الودق يخرج من خلاله، يعني من خلال السحاب نفسه، وبالظبط هو ده اللي بيحصل، ان القطرات
بتنزل من داخل السحابة الركامية، مش من طرفها ولا من فوقها، لكن من داخلها بالظبط. يعني حتى لفظ من خلاله علمي تماما جدا جدا، ومتطابق مع المشاهدات الحديثة اللي رصدتها الأقمار الصناعية. الآيتين بيكملوا بعض بطريقة رهيبة. وأرسلنا الرياح لواقح بداية تكوين المطر، وترى الودق يخرج من خلاله. النتيجة النهائية نزول المطر نفسه. الريح تبدأ الرحلة، والسحاب يتكون، والودق ينزل بإذن ربنا طبعا. دورة كاملة وصفها القرآن في كلمتين اكتشفها العلماء بعد قرون من البحث والدراسة. كل ما تفهم أكتر عن الكون تحس قد إيه ربنا عظيم، وقد إيه القرآن مش كلام بشر، ده كلام خالق البشر. كل ما العلم بيتقدم القرآن بيزيد وضوح، مش لأنه كتاب علم، لكن لأنه كلام اللي خلق العلم نفسه. سبحانك يا رب، ما أعظم آياتك في الكون وفي أنفسنا. لو حبيتوا الحلقة ديت ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا وتتابعوا السلسلة إن شاء الله، عشان كل يوم هنتكلم عن معجزة جديدة، وتشوفوا معجزات تانية من معجزات ربنا بتثبت إن كل يوم إن القرآن هو الحق. وبكده خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من على خطى الحبيب.